تعالوا النهاردة أوريكم عملت فراخ مشوية طلعت تحفة. الصوص اللي هو نازل منها كمان خلص قبل ما تخلص الفرخة. الصوص بجد طعمه تحفة تحفة، اتحط على الرز وكان طعمه خطير وحلو جدا جدا. طبعا أنا عملتها المرة دي بطريقة تانية زي الطريقة اللي احنا كنا بنعملها القديمة خالص اللي هي بالزبادي. شايفين الرز كمان بالشعرية شكله عامل ازاي؟ طبعا انا الرز لازم اعمله بالشعريه. اول حاجه عملتها جبت طماطمايه بشرتها بالمبشره وحطيت عليها معلقتين زبادي وكمان بصله انا عاملاها فرم ناعم في الكبه، وحطيت ملح وفلفل. بس كل البهارات اللي انا عملته، جبت ليمونه وعصرتها على الخلطه ديت وقلبتها كويس فيها، وبعدين جبت الفرخه. طبعا كنت غسلاها وحطها في محلول النقع ومنشفاها وكلها حلوه. اديتها كام نغزه كده بالسكينه عشان كل الخلطه تدخل فيها، ورحت واخداها على طول على الخلطه ومتبلاها كويس جدا وركنتها شويه. شايفين انا عملت لها زي مساج في كل الحته فيها بالخلطه ديت. بعد كده عملت صوص بعباره عن معلقتين صلصه، معلقه كاتشب، ومعلقه دبس رمان، وحطيتهم دهنت بيهم الفرخه من فوق. شايفين شكل الفرخه والصوص اللي نازل منها شكله عامل ازاي؟ اديتها رشه شبت كده بيدي ريحه